هو زياد طارق فين دلوقتي؟ زياد طارق يا صديقي اللاعب اللي من ناشئين الاهلي واللي صعد الفريق الاول لاول مرة في 2021، كان لسه صغنطوطة عنده 21 سنة. الاهلي ساعتها اعتمد عليه في كاس الرابطة وعمل ماتشات كبيرة، لاعب مهاري وعنده شخصية وهداف. ولكن عندك هنا في مصر لازم مهما تعمل ماتشات حلوة يقولك تخرج بره كده عشان نشوفك انت حلو ولا وحش. طبعا الكلام ده مش ليك انت. يعني لازم تطلع اعاره، وللاسف بيطلع اعاره لفريق سموحه، كانت اعاره سودا. ولكن نتفاجئ بعد ما زياد طارق راح سموحه يطلع طارق العشري يقولك انا اصلا ما كنتش محتاج اللاعب والاداره فرضته عليا وانا مش هلاعبه. ما طبعا يا كابتن طارق انت تعمل ايه بلاعب هجومي؟ انت عايز لك لاعب مدافع كده تفرح بيه. وللاسف اللاعب قعد فتره الاعاره كلها ما بيشاركش، وده اكيد دمر نفسيته جامد، يا عيني عليه. ورجع للاهلي بعد ما خلص الاعاره البائسه، قام الاهلي فسخ عقده وساعتها انتقل لفريق انبي ببلاش. ولكن راح انبي بنفسيته المتدمره، طبعا ما عملش معاهم اي حاجه. وبعدها راح فريق الداخليه برضه ما عملش معاهم اي حاجه. ولكن اقلق عليه يا صديقي، المره دي هقول لك اقلق عليه، لانه دلوقتي بيلعب في حرس الحدود، عنده 25 سنه، ما لعبش غير مباراه واحده بديل. ورساله لزياد طارق، انت لسه صغير وعندك 25 سنه، تقدر ترجع لمستواك وتعمل ماتشات حلوه كتير، انت عندك الموهبه. وقول لي رايك يا صديقي عن اللاعب، وعاوزنا نتكلم عن مين الحلقه الجايه. وكالعاده ما تنساش اللايك والاشتراك. شكرا.